10 فرنك 1371 فيها جوج ديال القطع. الأولى العادية ما كيتعداش الثمن ديالها 30 درهم، والثانية التجربة مكتوب عليها إيساي ثمنها بين 400 و 600 درهم، وممكن أكثر على حسب الحالة ديالها. درهم محمد الخامس هو أول درهم تصدر في تاريخ المملكة المغربية من بعد الاستعمار سنة 1960. لكن هذه القطعة من الدرهم محمد الخامس اللي أمامكم في الصورة كيتسمى بالدرهم الشرفي، ما تصدرش للتداول ونادر جدا والثمن ديالو مرتفع. الأوراق النقدية والقطع النقدية المقراضية، أي اللي عندها شهادة من طرف شركة تقييم العملات القديمة بحال هذه اللي كتشوفوا في الصورة، كتسوى ثمن كبير مقارنة مع نفس القطعة العادية اللي ما عندهاش شهادة. هاد الخمسة دراهم الشمندرة الإصدار سنة 1975 هي من معدن الفضة، والوزن ديالها تقريبا 12 غرام، والثمن ديالها مرتفع مقارنة مع 5 دراهم الشمندرة العادية اللي مصنوعة من معدني النحاس والنيكل. الخمسة دراهم 1970 اللي تضرات في عهد الملك الحسن الثاني رحمه الله، الورقة العادية ديالها ما كيتعداش الثمن ديالها 8 يورو، لكن ورقة الخمسة دراهم اللي مكتوب عليها سبيسيمان كما اللي كتشوفوا في الصورة أي نموذج ممكن توصل الثمن ديالها حتى ل 300 يورو اللي هي 3000 درهم مغربية تقريبا. دولار أمريكي لكليفلاند ولاية أوهايو، إصدار سنة 1988، في خطأ مطبعي تم بيعه فما زاد سنة 2023 ب 106 يورو، تقريبا 1060 درهم مغربية. الكلمة اللي مكتوبة في وجه القطعة ديال درهم كرافات تحت الصورة ديال الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله هي جورج سيمون، اسم النقاش اللي قام بتصميم النقش الموجود على هاد القطعة. 5 دراهم اللي عليها صورة الملك الراحل محمد الخامس هي في الحقيقة تصدرات في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، وتصدرات في 5 إصدارات: 1963 و65 66 و68، والأخيرة سنة 1969. فانتبهوا للتواريخ وانتبهوا للإمضاءات. 100 فرنك 1370 الموافق ل 1951 ميلادية تجربة، تصدرات منها فقط 1100 قطعة وهي من معدن الفضة، الثمن ديالها أكثر من 4000 درهم. 20 فرنك إصدار 1371 فيها جوج ديال الإصدارات، الإصدار العادي بحال هذا اللي ما كيتعداش الثمن ديالو 20 درهم، لكن اللي يساوي الثمن هو الإصدار ديال التجربة مكتوب عليه كلمة إيساي كما كتشوفوا في الصورة. 10 دراهم 1987 هي آخر ورقة ديال 10 دراهم تصدرات في تاريخ المملكة المغربية، والثمن ديالها ما كيتعداش 100 درهم إذا كانت في حالة جيدة. خطأ نادر جدا في ورقات 100 درهم 3 ملوك، إصدار سنة 2002، وهو عدم طباعة خط فاصل بين التاريخين الهجري والميلادي. هذه الورقة مطلوبة عند هواة ومحبي جمع المسكوكات. خطأ نادر في ورقة 200 درهم جوج ديال الملوك، إصدار سنة 2002، مطلوبة عند هواة ومحبي جمع المسكوكات، وهذا الخطأ هو عدم طباعة الخط الفاصل بين التاريخين الهجري والميلادي. ربع دينار جزائري، إصدار سنة 1992، من معدن الألمنيوم ومميز جدا بصورة الثعلب على وجه القطعة. الثمن ديالو إلا كان في حالة جيدة ما كيتعداش الواحد يورو. ورقة 100 يورو إصدار 2002، فيها خطأ مزدوج، وهو طباعة خاطئة للرقم التسلسلي في وجه الورقة، وفي خلف الورقة طباعة الرقم التسلسلي غير مكتمل. تم بيعها في مزاد ب 640 يورو، تقريبا 6400 درهم مغربي. أصدر بنك المغرب نسختين من 1 سنتيم 1974 ونسخة 1987، وبجوجهم من معدن الألمنيوم، والثمن ديالهم ما كيتعداش 20 درهم للقطعة خارج المغرب. 50 درهم إصدار سنة 1970 اللي تصدرات في عهد الحسن الثاني رحمه الله، ولكن اللي مكتوب عليها نموذج، كتعتبر نادرة، وتباعت في مزاد سنة 2022 ب 4100 درهم مغربية. 10 سنت فرنسي إصدار سنة 1999، تم تقييمه في مزاد بثمن كبير وصل ل 2900 يورو. تعتبر نادرة لأن هذه القطعة تم جمعها وتغييرها من قبل الدولة الفرنسية، كونها لا تتماشى مع المعايير المتبعة لضعاف البصر، ونميزها بخطوط حوافها الضيقة كما في الصورة.
5 دراهم كرافاط 1965 ديال الملك الراحل الحسن الثاني، تصدرات منها 2 مليون قطعة، وانتبهوا لها الإخوان فهي من معدن الفضة. 100 درهم 3 ملوك إصدار 2002 تم بيعها في مزاد ب 13 يورو فقط، تقريبا 130 درهم مغربي. 50 فرنك إصدار سنة 1371 الموافق لسنة 1952، تصدرات منها تقريبا 10 ملايين قطعة، مصنوعة من خليط من معدني البرونز والألمنيوم، والثمن ديالها ما كيتعداش 3 يورو. 10 دراهم الحسن الثاني فيها 2 ديال الإصدارات، إصدار 1970 والثاني إصدار سنة 1985، لكن إصدار 1970 فيه واحد الإصدار مميز وساوي الثمن، هو إصدار 10 دراهم سبيسيمان مكتوبة في وسط الورقة كما كتشوفوا في الصورة. 25 درهم المغربية إصدار 2012 هي أول ورقة ديال 25 درهم والوحيدة اللي تصدرات في تاريخ المملكة المغربية، والثمن ديالها خارج المغرب ما كيتعداش 8 يورو اللي هي 80 درهم مغربية. 5 فرنك مغربي إصدار 1370 من معدن الألمنيوم تم بيعه هذه السنة 2024 في مزاد ب 2 يورو فقط، هي 20 درهم مغربية. والعشرة دراهم الحسن الثاني تباعت في هذا المزاد هذا سنة 2018، تباعت هاد العشرة دراهم فقط بجوج يورو اللي هي 20 درهم مغربية، يعني تباعت خارج المغرب بهذا الثمن هذا. واش غيتزاد الثمن ديالها حتى النهار اللي يقوم بنك المغرب بالسحب ديالها من التداول، في ذاك الوقت هذاك يزيد الثمن ديالها واحد شوية. 1 سنت البنك المركزي الأوروبي فيه خطأ نادر يسمى بدوبل فاس، أي قطعة لها نفس الوجه من الجهتين، يباع ب 250 يورو تقريبا 2500 درهم مغربية. 10 سنتيم إصدار 1974 تباعت فقط 0.50 يورو اللي كتساوي فقط 5 دراهم مغربية. 10 سنتيم كذلك إصدار 1987 اللي مصور عليها صورة الذرة تباعت كذلك فقط في 0.50 يورو. قطعة 5 سنتيم إصدار 1974 تباعت فقط 0.60 يورو تقريبا واحد 6 دراهم مغربية. 20 سنتيم اللي كنسميوها 4 ريال مغربية إصدار سنة 1974، سواء إصدار 1974 ولا إصدار 1987، بجوجهم كما كتشوفوا الثمن ديالهم باش تباعوا هو 0.60 يورو، يعني واحد 6 دراهم مغربية. يعني الإخوان إلا شفتوا شي واحد كيقول بأن هاد القطعة العادية ديال هاد السنتيمات هادو كيسوا واحد الثمن كبير فهو فقط كيكذب، وهي مجرد إشاعة. هذه العملة المغربية تسمى الفلس المغربي، إصدار 1288 الموافق ل 1871 ميلادية من معدن البرونز، تباع خارج المغرب بين 50 و 150 درهم إذا كانت في حالة جيدة. اللي كتسمى الدرهم ولا المثقال المغربي في عهد محمد الثالث، اللي مكتوب عليها ضرب برباط الفتح ساوية ثمن، خاصة خارج المغرب لأنها قليلة ومن معدن الفضة، وتصدرات سنة 1188 هجرية الموافق ل 1774 ميلادية. وكما كتشوفوا هنا في هذا المزاد هذا فهي تقييمات 400 يورو وتم البيع ديالها 300 يورو اللي كتساوي 3000 درهم مغربية. المتزايدين اللي كانوا هما 6 ديال الناس تم البيع ديالها ب 15 يورو اللي كتساوي 150 درهم مغربية، لكن الورقة كما كتشوفوا مازالت في حالة جيدة جدا.